أهلا بكم في قناة تويتا. في كل مشهد في السينما تختبئ وراءه عدد من الكواليس والمواقف التي لا يعلمها المشاهد، حيث يتحدث عنها الفنان في مقابلة صحفية أو حوار تلفزيوني. ومن بين هذه الكواليس حكاية مثيرة تتعلق بالفنان الراحل رشدي أباظة، عندما وقف أمام إحدى الممثلات ورفض تقبيلها، وعندما صارحها غضبت منه وسقطت مغشيا عليها. حيث حكى دونجوان السينما رشدي أباظة من خلال حوار صحفي له مع مجلة الشبكة: في مرة كنت أمثل فيلما مع بطلة لا تعتني بأسنانها، لاحظت هذه على أيام وأصبحت منها على يقين، وفي يوم القبلة اشتريت معجون أسنان وفرشاة، وما إن دخلت إلى الاستوديو حتى صحت بالبطلة أن تلحقني إلى الحديقة التابعة للاستوديو، وأخذها بعيدا عن أعين الناس حتى لا تشعر بالإحراج، وهمس لها بصوت منخفض وقال: يا صديقتي، أنت تعلمين أهمية القبلة في فيلم عاطفي، وأنا أرجوك أن تأخذي هذا. وكان معجون للأسنان وفرشاة، ثم قدمته إليها وقلت لها: حتى نستمتع بقبلة شهية. وبعد أن تلقت الفنانة الكلمات مني لم أستطع أن ألحقها وهي تسقط مغشيا عليها، حيث أن الغضب امتلكها بعد الذي قلته لها. وفقدنا يوم عمل، ولما عرف المخرج بالقصة انضم لصفي وطلب منها أن تنظف أسنانها، مشيرا إلى أن القبلة السينمائية تكون في بعض الأحيان عقوبة وليست ميزة على الإطلاق. وخلال حوار رشدي أباظة مع مجلة الشبكة لم يذكر اسم هذه الفنانة، ولم يلمح عن الفيلم الذي قامت ببطولته أمامه، لكي يرفع عنها الحرج إذا علمت الناس بهذه القصة التي حدثت في كواليس أحد أفلامه، والتي كان بها عددا من مشاهد القبلات مع أكثر من فنانة وقفت أمامه، مثل سعاد حسني وصباح وشادية وسامية جمال ولبنى عبد العزيز. وفي حوار صحفي له لمجلة الشبكة اللبنانية كشف رشدي عن تعرضه للاغتصاب في طفولته، مشيرا إلى أنها كانت مع والدة أحد زملائه، متابعا في حواره: كنت أذاكر دروسي مع زميل لي، وكانت أمه تعمل بالخياطة للنساء، وكنت أمضي معه ساعات حتى منتصف الليل، وأمه في الغرفة الثانية ساهرة على ماكينتها لا تتركها إلا لتجهيز لنا طعاما أو شرابا. وذات ليلة قالت لابنها: اذهب واشتري لنا كبابا من عند الحاتي، فقام زميلي وقمت معه، وعند الخروج قالت لي: إن الضيف لا يخرج مع صاحب البيت، كما إني أجلس بمفردي وأريد أن تونس وحدتي. فنظر إلي ابنها وقال لي: ابقى هنا يا رشدي وسأعود بعد قليل. وبعد نزول صديقي بدأت أمه تتجرد من ثيابها أمامي، وتملكني خجل شديد، فأدرت وجهي ولكنها لم تتركني، وكنت أنا الحمل البريء بينما هي تغتصبني، وشعرت بالضيق وقتها بسبب خيانتي لصديقي. وأيضا من المشاكل التي عاشها الدونجوان ندموا على فيلم لورنس العرب الذي شارك في بطولته النجم الراحل عمر الشريف، وكان دوره بوابة انطلاق نحو العالمية. وهذا الآن عمر لم يكن هو المرشح الأول للدور، وإنما وقع عليه الاختيار ليحل بدلا من رشدي أباظة. فقال المكير محمد عشوب في برنامجه ممنوع من العرض أن المخرج البريطاني ديفيد لين كان يبحث عن بطل عربي لفيلم لورنس العرب، فرشح له البعض رشدي أباظة باعتباره يمتلك القدرة على التحدث ب5 لغات. فجاء إلى مصر لقاء أباظة، إلا إنه حينما طلب مقابلته وصلت المعلومة إلى الدونجوان بشكل غير صحيح، حيث أخبروه أن ديفيد لين يرغب في إجراء اختبار له، فما كان منه إلا إنه رفض ذلك الأمر، وأخبرهم بأن لديه فيلم اسمه في بيتنا رجل يعرض بالسينما وعليه مشاهدته إن كان يرغب في رؤيته وهو يمثل. وبعدما أبلغ لين بالأمر لم يمانع، وقرر أن يذهب إلى سينما ديانا من أجل مشاهدة الفيلم الذي شارك في بطولته عمر الشريف وحسن يوسف. لكن المفاجأة كانت إعجاب لين بالشريف وملامحه بدلا من أباظة، وقرر أن يشاركه بدلا منه، مما تسبب في أن يشعر أباظة بالغيرة من عمر الشريف. وقال عنه الناقد الفني طارق الشناوي إنه كان أكثر فنانا مهيئا للعالمية أكثر من عمر الشريف، ولو كان هدفه الوصول إليها لكان حقق فيها نجاحا لم يحققه أي عربي.
وقالت الفنانة صباح في لقاء لها ببرنامج 10 مساء إنها أحبت الفنان رشدي أباظة كثيرا وكان يريد أن يصل إليها، وعندما كنت أزعل منه يبكي على السلم، ولكن عيبه إنه كان يسكر كثيرا. وفي لقاء آخر للشحرورة مع الإعلامي توني خليفة في برنامج دمعة وابتسامة أشارت إلى إنها خانت الفنان رشدي أباظة مع أمير مغربي أثناء زيارتها للمغرب، وكانت هذه الخيانة صدمة له وهي من ضمن أسباب طلاقهما. وكان يعتاد الفنان رشدي أباظة على أن السيدات هي من تجري وراءه للزواج منه، إلا أن الفنانة مريم فخر الدين كانت مختلفة تماما بالنسبة له، لأنها لم تقبل الزواج منه، إلا أنها رفضت ذلك. وحكت الفنانة مريم فخر الدين في آخر لقاء لها مع الإعلامي وائل الإبراشي قائلة: رشدي أباظة كان بيبصبصلي وجالي هنا البيت وضرب القفل بالمسدس، رحت أنا نازلة من سلم الخدامين وجريت على أمي وقلت لها رشدي عندنا في البيت، فراحت أمي جاية معايا لقيناه قاعد في الصالون ومعاه ويسكي وكباب وبيشرب وياكل. أول ما شافها قعد يبوس فيها، وأمي راحت قاعدة جنبه وقعدت تسكر معاه وتاكل معاه، وطلب إيدي منها للزواج، بس أنا موافقتش، كان فاكرني ست سهلة، لكن أنا أمي خواجاية زي أمه، فمش هيعرف يضحك علينا أو يوقعني بحركاته. وعرف دون جوان بمغامراته العاطفية وتزوج 5 مرات كما هو شائع، وكانت الفنانة تحية كاريوكا أولى زيجاته، وتزوج بعدها من فتاة أمريكية أنجب منه ابنته الوحيدة قسمت، ليتزوج بعدها من الراقصة سامية جمال التي انفصل عنها بعد 18 عام، كما تزوج من الفنانة صباح، وتكون صاحبة أقصر مدة زواج له حيث طلقها بعد 2 أسبوع فقط. وقبل وفاته بعامين تزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة. وعند سؤاله عن كل هذه الزيجات قال: أول مرة رأيت فيها صورة أمي وشعرت بأنها المرأة الشجاعة، وثاني مرة خيل لي بأني أقمت أحلى ديكور في العالم ولكني أخطأت اختيار البطلة، وثالث مرة تزوجت لأقتل رجلا آخر، ورابع مرة عثرت على المرأة الصبورة التي رضيت أن تعيش إلى جانبي طويلا. والحقيقة أن السيدة التي تعيش مع رشدي أباظة سنة واحدة تستحق الجنة. وفي حوار لرشدي أباظة لمجلة الشبكة عام 1971 قال إنه مر بفترة مظلمة في حياته اتجه فيها إلى العزلة مع كتب الأرواح والسحر، وأطلق فيها لحيته، ورغم النجاح الكبير والشهرة الطاغية التي تمتع بها إلا إنه حاول الانتحار أكثر من مرة وفشل، وكاد مرة أن يطلق على نفسه النار من مسدسه لولا تدخل ابن عمه طاهر أباظة، وأفاق وتخلى عن هذه المرحلة من حياته بعدها. وتوفى الفنان الكبير رشدي أباظة الملقب بالدونجوان في 27 يوليو عام 1980 بمستشفى العجوزة عن عمر يناهز 53 عام بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.